يلا بقى اخدكم معايا في مشتريات سوق الحد زي ما متعودين. بس قبل اي حاجه، لو بتشوفيني من على الفيسبوك ما تنسيش تعملي فولو للصفحه بتاعتي، ولو بتشوفيني من على اليوتيوب ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه معانا الليمون النهارده كان عامل 20 جنيه. كان في ناس تاني بيتباعوا 15، يعني الاسعار متفاوته. انتوا كمان سيبولي الاسعار عندكم في الكومنتات وقولي انتوا منين بالظبط. تاني حاجه الخيار، جبت الخيار الكيلو ب10 جنيه زي السوق اللي فات، ما اختلفش يعني. كان في ناس برضو بيبيعوا ب8، بس ما كانش احسن حاجه زي ده. جبت بقى الفراخ النهارده كانت عامله 73، ده شيش طاووق. جبت الكيلو ب160، بيجيب الوراك كده ويخليها بعد كده يوزنها لي. جبت بطاطا كانت عامله النهارده 8 جنيه، وفي ناس كانت بتباعها ب10، في ناس كانت بتباعها ب5، يعني الاسعار متفاوته. ده بقى كسكسي بحبه جدا جدا بصراحه. الكيلو عامل 30 جنيه، ده كان نص كيلو ب15 جنيه. وجبت كمان رمان، بصراحة طلع حلو قوي قوي. الكيلو كان عامل 25، طلع حلو. طعمه كان لذيذ قوي ومحمر كمان كده من جوه. جبت بقى الطماطم ب10 جنيه زي السوق اللي فات، ما رخصتش يعني وما غليتش، الحمد لله زي ما هي. وكمان جبت فلفل الوان. الفلفل الالوان كان عامل 35 جنيه، ولما مشيت قدام لقيت حد تاني بيبيعه ب20، برضو كان حلو والله مش وحش. فيلا بقى الحمد لله، بعد كده حاولوا تلفوا السوق كله يا جماعة، بعد كده اشتروا في الآخر. أنا هنا جبت نص كيلو يعتبر ب20 جنيه، إن هو كان نص كيلو شوية. وجبت كمان حزمة خضرة علشان جبت قرنبيطة كده كان نفسي فيها، هعملها معاكم في الاير فراير وهبقى انزل لكم الوصفة. وهبقى اول مره لسه اجرب ان انا اقليها في الاير فراير، فيا رب تظبط معانا. ويلا بقى قولي لي الاسعار عندكم عامله ايه في الكومنتات، واستنونا في فيديو جديد لاسعار الخضار.